السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا طلاب ثانوية عامة من أولى ثانوي لثالثة ثانوي. الفيديو ده مهم جدا جدا لحضرتك، لازم تسمعه كويس قوي لغاية آخر ثانية فيه. الحقيقة إن إحنا عندنا مشكلة كبيرة جدا مع طلبة أولى وتانية وتالتة بيعانوا منها، وإحنا كمدرسين، أنا كمدرس فيزياء بعاني منك، إنك أنت بتضيع وقت طويل قوي في عمليات حسابية كتيرة جدا داخل مسائل الفيزياء. طب ايه الحل يا مستر عشان نخلص من الازمه والمشكله الكبيره دي؟ انت اتعلمت معايا جبريا، وطلاب اولى ثانوي حبايبي اللي عملت لهم الكورس من ايام لاكتر من ميعاد اشتغلنا معاكم وقلنا لكم ازاي جبريا تقدروا تتعاملوا مع العمليات الحسابيه كلها اللي احنا محتاجينها علشان تخدم علينا في الفيزياء. انما دلوقتي احنا معانا حل كويس قوي، وانا مرتبه لك بشكل عظيم. كل اللي عايزه من حضرتك تمسك آلتك وورايا بطل وابدأ اشتغل ورايا حتة حتة، والفيديو هسيبه لك تقدر تعيد وتزيد فيه براحتك مفيش مشكلة. مبدئيا قبل ما ابدأ بس، طلبة أولى ثانوي الجزء ده هتمتحن عليه في الامتحان على الكورس. احنا خدنا كورس كامل على العمليات الحسابية كلها والأساسيات كلها اللي احنا محتاجينها في مادة الفيزياء. ضيف عليهم كل اللي احنا هنتعلمه دلوقتي إن شاء الله، همتحنك عليه علشان الهدية بتاعتنا ال4 سبائك ذهب اللي احنا اتفقنا عليهم. صلوا على الحبيب عليه الصلاة والسلام، ويلا بينا يلا بينا. لو جيت بصيت حضرتك معايا على الكالكوليتور او الآلة الحاسبة بتاعتك، هتلاقي ان الآلة الحاسبة فيها شوية تفاصيل مهمة جدا لازم كلنا نكون عارفينها كويس قوي. بالمنظر اللي حضرتك شايفه ده، لو جيت بصيت على الكالكوليتور هتلاقي ان الكالكوليتور عبارة عن ايه؟ دي قصة كده ظريفة صغيرة تاخد بالك منها. لما جينا نصنع الآلة الحاسبة ما كانتش كده، كانت عبارة عن واحدة قد دي يجي 3-4 مرات تقريبا قد الشاشة اللي قدام حضرتك دلوقتي. زراير كتير قوي، وكل زرار منهم ليه وظيفة معينة نقدر نستخدمه في الآلة الحاسبة. فكرت الناس بشكل كويس وبشكل منطقي وقالوا ايه؟ احنا عندنا حل كويس قوي يخلينا نقنن شوية ونقلل شوية عدد الزراير اللي موجودة. طب ايه يا جماعة هتعملوا ايه؟ فالراجل عمل حاجة ظريفة قوي، وركز معايا كويس قوي هنا. عمل ايه؟ قال احنا الزرار بتاعنا اهو، ده الزرار اهو اللي هو الزراير اللي قدام حضرتك. الزرار ده مكتوب عليه حاجة باللون الابيض اللي انت شايفه، ومكتوب فوقيها حاجتين، حاجة باللون الاحمر زي ما هوري حضرتك كده، حاجة هنا باللون الاحمر، وجنبها كمان حاجة باللون الاصفر. مش عارف انت شايف اللون الاصفر ولا لا؟ ده يا مستر فين؟ اهو حضرتك. فلو جيت بصيت هتلاقي ان كل زرار من دول عليه حاجه مكتوبه باللون الابيض، وفوقيه حاجتين، واحده مكتوبه بالاحمر والتانيه مكتوبه باللون الاصفر. طب ليه ده؟ ده معناه ان كل زرار هيقوم ب3 وظائف. ولكن الجزء ده مهم جدا تاخد بال حضرتك منه كده معايا. الله يكرمك يا حبيبي. هقول له طيب وبعدين لو انا جيت مثلا عايز اكتب حاجة باللون الأحمر اللي موجودة فوق الزرار زي إكس مثلا، الزرار اللي قدام حضرتك ده، الكلام ده هتسمعه مني على الآلة الحاسبة وما عادش خلاص هتدور فيها تاني. يعني هو فيديو لمدة نص ساعة تقريبا ولا حاجة، هتقعد تذاكره انتهت. انت كده بقيت برنس في استخدام الآلة الحاسبة، كنز كبير قوي في ايدك انت ما انتش عارف قيمته. الآلة الحاسبة الحديثة اللي هتفضل مكملة معاك لغاية ما تخلص جامعة إن شاء الله. المهم حضرتك مثلا الزرار ده فوقيه إكس بالأحمر، وفوقيه حاجة تانية بالأصفر، وعليه أصلا سهم بالأبيض. أنا لو عايز أكتب الحاجة اللي مكتوبة باللون الأحمر دي، عايز أكتب إكس على الشاشة، أعمل إيه؟ أقول له إحنا عملنا زرارين مهمين جدا، زرار اسمه ألفا وزرار تاني اسمه شيفت. ألفا لو خدت بالك هتلاقيها مكتوبة باللون الأحمر، وشيفت هتلاقيها مكتوبة باللون الأصفر. هل الألوان دي شياكة؟ عياجة مثلا؟ لا حضرتك، هو الراجل قاصد يقول لك لو عايز تكتب أي حاجة على الشاشة موجودة باللون الأحمر على الآلة كلها، لازم قبلها تدوس على زرار ألفا. لو عايز تكتب أي حاجة موجودة على الشاشة باللون الأصفر، لازم تدوس قبلها الزرار شيفت، زي ما هنشوف دلوقتي مع بعض إن شاء الله. بس صلي على النبي انت عليه الصلاة والسلام. طب يا مستر تمام، أدينا اتعرفنا على الآلة الحاسبة. بس قبل ما نتعرف على الآلة الحاسبة، أول جزئية مهمة جدا لازم تتعلمها. الآلة دي أنت بتحسب عليها عمليات حسابية كتيرة جدا، فالآلة دي بتخزن مجموعة من الداتا أو المعطيات أو المعلومات كتيرة جدا، فأحيانا بتهنج زي ما كل حاجة بتهنج، لدرجة إنك أنت أحيانا ممكن تيجي تحسب على الآلة 2 في 3 بكام، تقول لك 6.5 وتقول لك 7 إلا ربع. إيه ده؟ ده ممكن؟ هيحصل. ده مش ممكن، ده أكيد بيحصل معاك. طب أنا أعمل إيه عشان أفرفش الآلة؟
اعمل لها اعاده ضبط مصنع من الاخر كده، هتعمل اللي هقوله لحضرتك دلوقتي. يبقى قبل اي امتحان فيزياء، قبل اي امتحان رياضه، قبل مذاكرتك في اي ماده علميه، لازم تتاكد انك انت عملت فورماتنج كالكوليتور. لازم تفرمت الاله الحاسبه. هفرمتها ازاي؟ افتح الاله بتاعتك عادي خالص من اون، هتدوس على شيفت، وبعد كده هتيجي دايس لنا على رقم 9، هيدي لك عدد من الاختيارات، كلمه قول جنبها رقم 3، دوس على رقم 3. بعد كده هتروح تدوس على 3 وتدوس على يساوي مرتين، مرة أولى وآدي مرة تانية. شكرا، انت كده عملت ايه؟ عملت فرمطت الآلة وبقت ريفريش، جاهزة انها تحسب أي عملية حسابية بنسبة دقيقة صح 100%. هقول له طيب أنا يا مستر أتأكد منين إن الآلة اتفرفشت وبقت شغالة زي الفل؟ جايز أنا نسيت خطوة من اللي أنت قلتهم دول. تتأكد دايما إن الشاشة مكتوب فوق حاجتين، الدي والماس، اللي هي بنتكلم على عمليه الدايركت، عمليات او دايركت ماسز، العمليات الحسابيه المباشره. الراجل يعني بيقول لك ان الاله دلوقتي جاهزه وزي الفل وهتشتغل تمام التمام. المهم نقول له طب تمام، ادينا فرمتنا الاله، وده اول جزء لازم تتعلمه في استخدام الكالكوليتور او الاله الحاسبه. هي دي الاساسيات بجد اللي لازم تتعلمها. ما لاقيش طالب جاي يقول لي يا مستر هو الاساسيات، طالب من اولى ثانوي، يا مستر هو الاساسيات بتاعتنا حضرتك انت ما قلتلناش تحويلات ما بين وحدات القياس. وحدات ايه يا ابني وتحويلات ايه وقرف ايه؟ انت اصلا التحويلات جزء عندك في المنهج، هتاخده بعد 3 حصه من المنهج. يعني هنعدي حصه اولى وثانيه، ده جزء اساسي في المقرر عندك، ده مش اساسيات ولا نيله. هو ده اساسيات لمين؟ لطلبه ثانيه ثانوي وثالثه ثانوي. وده احنا قلناه، احنا بقى لنا شهر شغالين ثالثه ثانوي، قلناه في اول حصه، شرحنا كل الاساسيات، وهنشرح كل الاساسيات لثانيه ثانوي في اول حصه ليهم ان شاء الله. المهم ادي اول جزء اتعلمناه. ثاني جزئيه ايجاد مجهول واحد. هو انا لو معايا معادله وعايز اجيب مجهول داخل المعادله زي ما انت شايف كده، اجيب المجهول ده ازاي؟ والله يا مستر جبريا يعني على الورقه والقلم كنا بنضرب الاكس في القوس، اكس في اكس، ونوزع اكس في اكس باكس تربيع، وبعد كده الاكس في السالب 4 بسالب 4 اكس بيساوي 5، ومش عارف مين يروح الناحيه الثانيه بشاره مختلف. ده انا مش فاضي، انا ما عنديش وقت انا فاضي للكلام اللهبل اللي انت بتقوله ده في امتحان فيزياء كبير في ثانويه عامه. عشان كده اللي الاله تقدر تعمله سيبها تعمله، بس تبقى انت فاهم بيتعمل ازاي. طب يا آلة اكتبي لي المعادله دي تتكتب ازاي؟ الاكس ده مجهول، اي مجهول ايا كان. عشان نكتب اكس، الاكس هنا مكتوبه باللون الاحمر مش الاصفر، فوق زرار ده اللي انا مش هقول لك عليه دلوقتي. علشان اكتب انا اكس لون احمر يبقى لازم قبلها ادوس على مين؟ ادوس على الفا اهو. هنيجي دايسين على الفا، بعدها ادوس على الزرار ده فهيكتب لي ويجيب لي على الشاشه اللي موجود باللون الاحمر. مين اللي باللون الاحمر هنا فوق الزرار؟ الاكس اللي هو المجهول يعني. وبعدين افتح قوس عادي بقى، عايز اكتب الاكس تاني، برضو الفا اكس ناقص 4، اقفل القوس عادي خالص. بس في حاجه هنا مهمه جدا بقى، استنى عندها. انا يا مستر عايز اكتب يساوي دي، انا عايز انقل اللي انت كاتبه ده المعادله بالظبط على الشاشه. يساوي دي اكتبها ازاي؟ هل تروح تدوس يساوي هنا؟ لا طبعا. امال فين؟ لو جيت بصيت على الزرار اللي تحت شيفت على طول مكتوب عليه حاجتين، يساوي باللون الاحمر وسولف باللون الاصفر. انا عايز اكتب يساوي، زي ما انت نطقت كده، برافو عليك. اكتب قبلها الفا ولا شيفت؟ والله يا مستر هي يساوي مكتوبه باللون الاحمر، يبقى كده ادوس قبلها مين؟ الفا. فهدوس على الفا، وبعد ما ادوس على الفا ادوس الزرار اللي مكتوب فوقيه يساوي باللون الاحمر. كده انا كتبت يساوي على الايه؟ على الاله الحاسبه. وبعد كده اكتب ال5. السؤال بقى، نقلنا المعادله بالظبط، واي معادله في مجهول مهما كان شكلها ومهما كانت كبيره او صغيره تقدر تكتبها على الاله الحاسبه مره واحده، وتسيب الاله هي تحل وتطلع لك الناتج بتاعك. يلا يا اله قول لنا قيمه الاكس بكام. خد بالك بقى من حاجه، انا دلوقتي عايز اقول للاله قولي لي الناتج الاكس بكام، اعمل ايه؟ اروح ادوس يساوي يا مستر؟ لا. تعمل ايه؟ تيجي دايس المره دي بقى على شيفت اللي باللون الاصفر، وتحتها تدوس على الزرار اللي مكتوب عليه سولف بالاصفر. سولف يعني حل يا اله، حل واديني الناتج النهائي. ما تروحش تدوس لي على يساوي دلوقتي. فاول ما ندوس على شيفت وندوس على الزرار اللي مكتوب عليه سولف، بص الاله عملت ايه؟ الاله بتقول لي سولف 4x equal 0. مالكش دعوه بالكلام اللي هي كاتباه ده، وروح دوس، اعمل نفسك مش شايفه، وروح دوس على يساوي العاديه اللي كلنا عارفينها اهي. دوسنا على يساوي، فالراجل هيرد عليك يقول لك ان الاكس ايكوال او بتساوي كام؟ بتساوي -1. خلصنا خلاص.
حلينا المعادله والاله حلتها بسرعه وقالت لي ان قيمه الاكس بيساوي سالب ايه؟ سالب 1. ادي معادله. قول لي معادله ثانيه يا مستر. حاضر. طب ما تصعبها شويتين يا فندم. اهو اكس على 5 زائد 4 بيساوي 20 ناقص اكس على الاربعه. خد بالك من حاجه، ان علامه الشرطه دي معناها كسر. اسمة مين على مين؟ لو تخيلت معايا ان الشرطه دي مكانها قلم، القلم ده مايل صح؟ مايل على مين؟ على الخمسه ولا الاكس؟ يعني انا لو سبت القلم اللي انا ماسكه دلوقتي هيقع على الخمسه ولا الاكس؟ هيقع على الخمسه، يبقى الخمسه دي مقام والاكس دي بسط. حلو قوي. يلا نكتب. هنعمل شرطه كسر عاديه. عايز اكتب اكس، اكس باللون الاحمر هنا. ادوس على الفا ولا شيفت؟ برافو، ادوس على الفا وبعد كده ادوس على الزرار اللي موجود فوقيه الاكس باللون الاحمر. عايز انزل في المقام فادوس على السهم الاسفل، لان انا معايا مجموعه من الاسهم هنا على الاله الحاسبه فوق وتحت ويمين وشمال، فانا هدوس على تحت علشان يكتب لي القيمه. على كام؟ على 5 زائد. طب انا عايز اطلع بقى من المقام، ادوس على يمين فيطلع لي علامه الماوس او الكتابه يمين الكسر. يلا زائد 4. عايز اكتب يساوي، اكتبها ازاي؟ على الشاشه. ما تروحش تدوس على يساوي دي، امال اعمل ايه؟ شيفت وبعد الفا وبعد كده ادوس على الزرار اللي فوقيه يساوي. يلا بالشكل ده الفا وبعد كده ادوس على الزرار ده فهيديني الايكوال او يساوي. ومعايا اكمل باقي المعادله بقى. 20 ناقص شرطه كسر 4 في البسط على الاكس. هنزل تحت برضو واكتب الاكس. اكتب الاكس ازاي؟ برضو الفا اكس. برافو عليك. ويبقى انا كده كتبت المعادله بتاعتي. السؤال بقى، المعادله كلها مكتوبه على الشاشه. عايز اقول للاله حل يا اله واديني قيمه الاكس بكام. بكرر كلامي وبعيد وازيد. ما ادوس يساوي، امال اعمل ايه؟ ادوس شيفت سولف، الزرار اللي تحت شيفت على طول. الاله هتحل وتروح تقول لي الحل بيساوي كذا. قلنا هتجيني هنا رساله مالكش دعوه بيها. بعد ما تجيلك الرساله دي ايا كانت هي ايه، روح دوس على يساوي العاديه بتاعتنا. هيروح يقول لك ان قيمه الاكس بتساوي 79.7. انا كده حليت المساله وجبت المجهول الواحد اللي هو قيمه مين؟ قيمه الاكس. يا مستر قول لي مثال ثالث لو سمحت. ماشي، تعال نبص على مثال ثالث. ده بسيط جدا. قلت لك الخمسة اكس ناقص الاربعة بيساوي 11. عايز الاكس بكام؟ اعملها ازاي؟ يلا 5 عاديه. عايز اكتب اكس الفا ولا شيفت؟ الفا يا مستر باللون الاحمر، وهنا الاكس باللون الاحمر. يلا بينا. طب انا اشمعنى اكس يا مستر؟ انا لو عايز اكتب واي الزرار اللي جنبه اهو مكتوب فوقيه واي. عايز اكتب ام الزرار اللي جنبه مكتوب فيه ام باللون الاحمر. اكتب دايما قبله الفا علشان يتكتب على الشاشه بتاعتك. يلا ناقص 4. عايز اكتب يساوي. هعمل ايه؟ مش هدوس يساوي دي، ادوس مين؟ الفا وبعد كده يساوي واكتب ال11 وبعد كده هروح اقول يساوي. الاله معاك خطوات اهي. اكتب امسك آلتك وامشي ورايا 1 2 3 لغايه ما ايدك تتعود على الحل. الرساله دي جاتني ماليش دعوه بيها. ادوس يساوي هيروح يقول لي ان قيمه الاكس بيساوي كام؟ بتساوي 3. يبقى احنا لغايه دلوقتي اتعلمنا ازاي نعمل فورمات للاله الحاسبه، ازاي نعملها اعاده ضبط مصنع من الاخر، ازاي نخليها ريفريش كده وشغاله زي الفل، وتعلمنا ازاي نقدر نجيب قيمه مجهول ايا كان المعادله شكلها عامل ازاي على الاله الحاسبه. طب يا مستر لو انا عندي مجهولين، يعني عندي معادلتين، لان انت عارف في رياضه ان عدد المجاهيل بيساوي عدد المعادلات. يعني انا لو عندي س وصاد مجهولين يبقى لازم يكون عندي معادلتين. لو عندي س وصاد وعين يبقى لازم يكون عندي 3 معادلات. ادي معادلتين بالشكل اللي انت شايفه ده. زمان كنا نتعلم ايه؟ نقول له يلا بقسمه المعادله اللي فوق على اللي تحت، بجمع الاولى زائد الثانيه، بضرب الاولى في -1 جمعها مع الثانيه. مش هنعمل الكلام الفاضي ده دلوقتي. هنكتب المعادلتين. طب ازاي نقول للاله يا آلة حاسبة أنا عايزك تحلي لي معادلتين في مجهولين، مش معادلة واحدة في مجهول واحد زي ما عملنا من شوية. هتيجي دايس لنا على زرار مود بالشكل ده، هيدي لك عدد من الاختيارات. في بعض الآلات الحاسبة هتلاقي مكتوب كلمة EQN اختصار لكلمة Equations يعني معادلات، ومكتوب جنبها رقم 5. الآلة اللي أنت شايفها دي اللي هي 991 ودي الأفضل إنك أنت تشتريها يعني بالمناسبة. أول ما تدوس رقم 5 هيدي لك عدد من المعادلات. في بعض الآلات هتلاقي كلمة Equation مكتوب جنبها رقم 3، دوس على 3. طب لو دي مكتوب جنبها 5 دوس على 5. أنا هنا هدوس على 5 أهو. فلو دوست على 5 الآلة هترد عليا وتقول لي إيه؟ ركز معايا بقى في اللي جاي ده الله يرضى عنك. بص بقى الحتة اللي جاية دي. الراجل عرض عليا مجموعة من المعادلات في الآلة الحاسبة، بيقول لي هو أنت عايز تحل كم معادلة في كم مجهول؟ فلو دوست رقم 1
الآلة هتحل لك معادلتين في مجهولين اكس وواي. لو دوست رقم 2 الآلة هتحل لك 3 معادلات في 3 مجاهيل اكس وواي وزد. لو دوست 3 الآلة هتحل لك معادلة تربيعية من الدرجة الثانية س تربيع أو اكس تربيع. لو دوست 4 هتحل لك معادلة تكعيبية من الدرجة الثالثة س تكعيب ناقص مش عارف س تربيع زائد 2 س بيساوي 5. معادلة اهي عايز احلها. انا هنا عايز دي كام مجهول؟ عندي معادلتين في مجهولين، يبقى ادوس رقم كام؟ رقم 1. برافو. ادوس على رقم 1 فالراجل هيطلب مني يقول لي ايه؟ اتفضل اديني المعاملات، اديني المعادلتين بتوعك يلا اللي انت عايز تحلهم. انا هدخل المعادلتين دول ازاي للآلة الحاسبة علشان احلهم؟ كل مجهول من دول يا شباب قدامه قيمة، القيمة دي اسمها المعامل. فهنا المعادلة الأولى 5x، الإكس قدامها 5، يبقى ال5 دي اسمها معامل الإكس. سالب 2y، مين اللي قبل الواي؟ سالب 2، يبقى سالب 2 هو المعامل بتاع الواي. وال20 اسمها القيمة المطلقة اللي هي بعده يساوي. قيمة مطلقة يعني قيمة معهاش مجهول. المعادلة الثانية 2x زائد 2y بيساوي 40. هندخل للآلة الحاسبة معاملات. أول معامل عندي 5، أكتب 5 وبعد كل قيمة بتكتبها لازم تدوس يساوي العادية بتاعتها يساوي. بعد كده سالب 2، يلا سالب 2. سالب ممكن تكتبها من هنا سالب 2 أو تكتبها ناقص 2 عادي مش فارقة. سالب 2 وبعد كده يساوي. بعد كده القيمة المطلقة اكتب 20 وبعد كده يساوي. كده انت عملت ايه للآلة الحاسبة؟ كتبت لها المعادلة الأولى. هي الآلة لوحدها ما تروحش تدوس على السهم اللي تحت. انت بتعمل ايه؟ الاقي واحد ماسك الآلة وعمال يضغط على يا حبيبي تعمل ايه؟ يقول له اصل انا بقول لها انزلي على المعادلة الثانية. لا ما تقولهاش. هي عارفة وعارفة تتصرف لوحدها. فهي نزلت على المعادلة الثانية لوحدها. يلا دخلها معاملات المعادلة الثانية. 2 يساوي اهو 2 يساوي. بعد كده موجب 2 يساوي. وخد بالك كل رقم بإشارته. اوعى تكتب رقم بإشارة غير إشارته. بعد كده القيمة المطلقة 40 يساوي. كده حضرتك عملت ايه؟ خلصنا خلاص يا مستر. كتبنا للآلة ادوس لها يساوي. بص بقى لما دوست يساوي عملت ايه؟ الآلة قالت لي ان قيمة اكس المجهول الاول قيمته ب60/7. بس انا مش عايز الرقم كسر. براحتك ادوس على زرار اس دي اهو. لو دوست على زرار اس دي هيحول الرقم من كسر من صورة لصورة. ادي صورة عشرية اهي. طب ادوس يساوي تاني يطلع لي قيمة المجهول التاني اللي هو واي 80/7 اللي هي 11.4. كده اتعلمت حاجة جديدة كمان في الآلة الحاسبة، ازاي تحل معادلتين في مجهولين. طب يا مستر انا لو عايز احل 3 معادلات في 3 مجاهيل احلهم ازاي؟ بص كده معايا ركز كده. مين دول؟ الاي ده رمز زي س زي ص زي اكس واي زد ايا كان، بس انا مسموه لك يعني. لما تخش ثالثه ثانوي حبايبي بتوع ثالثه ثانوي اصلا خدوا الكلام ده كله في الحصه بتاعتهم. ثانيه واولى ثانوي اللي بيسمعوني دلوقتي قدامها تعرف حاجه اسمها التيار الكهربي فبندي له رمز اي او شده التيار الكهربي. المهم يعني اي 1 ده زي س 1، وهنا اي 2 زي س 2 او ص 2، اي 3 زي عين. يعني فاهم انت؟ يعني هنا الواحد ده مش رقم، الواحد ده بيعبر عن ان ده التيار الاولاني او المجهول الاولاني. اي 2 المجهول الثاني، اي 3 المجهول الثالث، وهكذا. خلاص يبقى دي مسميات. انما المعامل اللي قبل الاي مش اللي بعد الاي. فالاي هنا قدامها 1، طب الاي 1 هنا قدامها 2، طب الاي 2 هنا قدامها 0، الاي 3 هنا قدامها 3. يبقى هي دي المعاملات اللي انا هكتبها على الآلة الحاسبة. يلا اقول للآلة ايه؟ مود. وبعد ما ادوس على مود اختار ايكويشن اللي هي رقم 5. اختار انا ايه المرة دي بقى؟ المرة دي انا عايز احل 3 معادلات في 3 مجاهيل. يبقى المفروض ان انا هروح اختار مين؟ اختار 2. برافو، لان رقم 2 قصادها اكس وواي وزد اهو. لو دوست على رقم 2 هيديني 3 معادلات اهم بالشكل اللي انت شايفه. هدخل ايه للآلة الحاسبة؟ معاملات. معامل الاي 1 قدامها 1، هدوس اكتب 1 وبعد 1 يساوي اهو 1 وبعد كده يساوي. بعد كل قيمة لازم تدوس يساوي. طب الاي 2 قدامها كام؟ قدامها 1، المعامل بتاعها اكتب 1 يساوي. الاي 3 سالب 1 اهو سالب 1 وبعد كده ادوس يساوي.
طب القيمة المطلقة بصفر اكتبها برضو، صفر يساوي. كده انا عملت ايه؟ كتبت المعادلة الاولى، الآلة نقلت على المعادلة الثانية على طول بشكل سريع. يلا الاي واحد قدامها 2، المعامل بتاعها اكتب 2 وبعد كده ادوس يساوي. هنا الاي 2 قدامها 0، ادوس 0 وبعد كده يساوي. الاي 3 هنا المعامل بتاعها ب3، ادوس 3 وبعد كده ادوس يساوي. والقيمة المطلقة ب5، اجي كاتب 5 يساوي. كده انا كتبت المعادلة الثانية، الآلة هتلاقيها نزلت لوحدها على المعادلة الثالثة. معامل الاي 1 بصفر، صفر وبعد كده يساوي. معامل الاي 2 ب7، 7 وبعد كده يساوي. معامل الاي 3، بص بقى هنا تعديل بس بسيط هنا، يعني هي خطأ بسيط انا بعدله لك اهو وانا بتكلم. هنا الاي 3 المفروض المعامل بتاعها بكام؟ ب1، هنا اتكتبت بالخطأ 3، عديها معلش بس انا بصححها لك اهو. بعد كده القيمة المطلقة 10، طبعا انت كده هتطلع نواتج غير اللي انا هطلعها دلوقتي، ما انا بقول لك اهو في تعديل بسيط. انت هنا قدام الاي 3 ما تكتبش ايه؟ ما تكتبش حاجة، المفروض المعامل 1 ده على المعادلات اللي قدامك. طب اقول لك على حاجة تانية، حاجة بسيطة، عدل لي في المثال ان الاي 3 دي مكتوب قدامها 7 علشان تبقى انت تمام وما تتلخبطش. اهو دي 3 اي 3 اهو 3 اي 3. يبقى كده المعادله صح. انت لما تحسب على الآلة في البيت دلوقتي وانت ورايا عدل المعادله دي، ما تكتبهاش اي 3، اكتبها 3 اي 3. خلاص يلا يا سيدي. فالمفروض انت تطلع كده نواتج زي النواتج اللي انا هطلعها دلوقتي. يلا بينا نكتب القيمة المطلقة 10 يساوي. بص بقى المفروض الآلة بتاعتك تطلع نفس النواتج اللي أنا مطلعها دلوقتي. الإكس ب48%، أدوس يساوي تاني طلع لي قيمة الواي ب35 على الرقم اللي أنت شفته اللي هي 85، يساوي تاني يطلع لي 55 على 41. ومن هنا يبقى أنت كده قدرت تحسب له قيمة ال3 مجاهيل على الآلة الحاسبة بتاعتنا. ومن هنا يبقى كده معليك بفضل الله عز وجل بقيت برنس وشاطر كويس قوي، وبالتوفيق يا دكاترة المستقبل. عايز اقول لحضرتك الشغل ده تعبنا عليه بما فيه الكفاية علشان نوصل المعلومة لحضرتك بشكل سلس وبشكل سهل، وربنا يجعلنا يا رب سبب دايما في اننا بنبسط عليكم المعلومة، وربنا يستخدمنا ولا يستبدلنا، اللهم امين. كل اللي انا طالبه من معاليك ان حضرتك بس تذاكر ورايا اللي انا قلته بشكل كويس قوي، لان اللي انا قلته ده هيوفر عليك مجهود كبير جدا في حل المسائل، هيوفر عليك مجهود كبير قوي وهيخليك تعرف تمشي في الفيزياء في العمليات الحسابية بشكل ايسر واسهل. وان شاء الله باكد على حضراتكم ان الامتحان بتاع الكورس بتاع اولى ثانوي لكل الناس اللي حضرت الكورس يوم الاحد اللي جاي ان شاء الله، اللي هو موافق تقريبا يوم 18/8 على 4 مواعيد اللي انا قلت لكم عليهم في البوست. ان شاء الله كل واحد يحضر في الميعاد اللي يناسبه، وبعد ما نخلص الامتحان مباشرة هنصححه ونعلن النتائج، وهنعلن الناس اللي ليها تكريم، ونعلن عن ميعاد حفلة التكريم كمان بإذن الله. أشوفكم على كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.